ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، الدين ملكية عامة. الدين في الأمة وفي الأمم ملكية عامة. لا تستطيع السلطة ولا الكهنوت ولا وزارة أيا ما كانت أن تدعي احتكاره، إلا يقول هذا دين السلطة. مش دين السلطة، لا، دين الشعب ومش دين السلطة. لا، غلط، مش دين الشعب، دين الكل. الدين للأمة، للعالمين، ذكر للعالمين. الله قال مش بس حتى للأمة، يعني حتى الإسلام مش ملك إلك. لذلك اليوم عارفين، أنا أقول لك لو أجا واحد غربي مستشرق أو هندوسي أو بوذي أو حتى ماركسي قرأ الإسلام بطريقة علمية وقال أنا شايف المسلمين بعضهم مش فاهمين دينهم، دينهم أجمل مما يفهمون، دينهم أجمل من هذا الوجه القبيح الذي يبرزونه له، دينهم في قدر من السلامية والانفتاح أعظم بكثير مما يظنون، أقول له شكر الله سعيك، ما هو هذا الدين كمان إلك يعني، وعندك الحق كمان تقرأ وتفسره. هيك انفتاحنا إحنا، ولما تحكي هيك بناخذ منك، ما عندناش مشكلة، ممكن نستفيد منك، نفهم شغلات احنا ما فهمناهاش في ديننا، ليش لا؟ ولا مش صحيح؟ إيه مسموح، انتبهوا. لكن المنطق التعصبي المحترق المجنون، يعني رضا أصلان فيلسوف والأكاديمي الكبير العالمي الإيراني الأمريكي طبعا، لما ألف كتابه عن يسوع، قامت له واحدة إذاعية أمريكية مشهورة جدا في التلفزيون، قالت له أنت مسلم يا بروفيسور أصلان، كيف تتكلم عن المسيح؟ شوف الغباء. راح واحد مباشرة له الشعب الأمريكي ما أعظمه، شعب جميل عظيم رهيب، مئات التعليقات. واحد قال لها أنت أنثى، ممنوع تتكلم عن أي شيء له علاقة بالذكر. بهدلوها بهدلة. إيه الغباء هذا اللي أنت وقعت فيه؟ إيش الغباء هذا؟ وقال لها أنا عندي 3 شهادات دكتوراه، عندي شهادات في إيه؟ عندي أعرف اللغة اللاتينية والإغريقية، لغة الكتاب المقدس، اليونانية كمان واللاتينية معرفة تامة، 20 سنة أحضر لكتابي هذا. شفت العظمة؟ هذا الأكاديمي المسلم رضا أصلان، فيلسوف الإيراني، شاب 20 سنة يقرأ عن عيسى عشان يقدر يكتب كتاب عن عيسى. ومع ذلك ما أعطتوش الحق يتكلم عن إيه. بس مسألة إيش حالها؟ إنه في 10,000 كتاب عن محمد، تتهموا إنه زي النساء وإنه مجنون وإنه مهوس وإنه مصروع بالابتكار وإنه إيه. ليش عندهم الحق يتكلم عن محمد؟ شيء يعني هذا مجنون. هذا الجنون موجود في كل البشرية، التعصب والانغلاق. إحنا ما عندناش هيك إن شاء الله، يبقى نكون مفتوحين. إحنا نقول أي واحد عنده الحق يقرأ القرآن الكريم، ما تقدرش تمنعه أصلا. أنت واقعيا عنده الحق، يعني مش معياريا، حتى وضعيا يعني عنده الحق يقرأ القرآن الكريم ويفسره كيف، وممكن نستفيد منه، وممكن يلفتنا إلى أشياء لم تخطر على بالنا في فهم ديننا. يا أهلا وسهلا، وأنا أقول له شكر الله سعيك، شكر الله سعيك. فالدين أحبابي وأخواتي ملكية عامة، بمعنى أنه غير قابل للاحتكار. تعرفون ما الذي حدث ويحدث؟ الدين يحتكر دائما، يحتكر، وإذا أبينا أن نحتكره وظفنا، يحتكرونه ثم يوظفونه. أقول لكم ومن هنا تتولد الكوارث والمذابح والمجازر وصنوف الظلامات والإظلامات لأفق الأمة. الأفق مظلم، يظلمونه، يجعلونه أسود قاتما بالدين. قبل أيام سمعت المفكر الكبير عزمي بشارة يتحدث، يقول لا، في تجارب الحكم الإسلامي، وضحكت أنا وأحترم هذا الرجل، عقل كبير، ونختلف معه في أشياء ما في مشكلة، لكن نحترم هذا الرجل. قال إيه؟ قال في يعني الإسلاميين وصلوا الحكم قبل مرسي، في عندك السودان يا أخي، عندك والسودان إيه وأفغانستان إيه شو. الإسلام في الحكم 1400 سنة، 1400 سنة يا جماعة. وأنا بقول لكم التعاسات اللي شفناها والخيبات أكثر بكثير من السعادات والتوفيقات. وباسم الدين الذي ندعو إليه، وإن شاء الله بننجح في الدعوة هذه، وهذا ضد المشروع الإسلامي تماما، خلاص كفرنا بالشيء هذا. عارفين شو هو؟ نريد أن ينعتق الإسلام من استبداد السلطة واحتكار السلطة وتوظيف السلطة. تعرفوا ليش؟ هذه جملة بدي أختم بيها، والجملة بتصير جمل، سامحونا. لأنه اليوم أنا في السلطة وأنا إسلاموي، عندي إيش؟ عندي المؤسسة الدينية الرسمية اللي بتفهم الناس إن هي تقريبا اللي بتحتكر الإسلام، هيك عمليا يعني، والناس بيحتقروا. تتخيل يقول لك حتى هذا مش أزهري، يعني مش أزهري، يعني فيش إمكان للخلاص في فهم الدين خارج الأزهر. بالله عليك إيش عقلية هذه؟ يا سلام، إذا مش أزهري ما فيش ثقة في علمه، مع احترامنا والأزهر على راسنا من فوق، بس هذا جنون، هذا خطاب مجنون. ويقول لك مش زيتوني، مش قروي، مش ديوبندي، مش لاهوري، مش وهابي، كله كلام فارغ. أنا أقول لكم كل أحد عنده الحق يتكلم في الإسلام ويفهم الإسلام، بس برضه كل أحد عليه أن يتوقع
أن ينخرط في نقاش ربما لا ينتهي حول ما يجتهد فيه، والناس بعد ذلك تنتخب، تقول هذا محق وهذا مبطل، هذا أقنعنا وهذا لم يقنعنا. اترك الأمر للناس، لا تحاول أن تتحكم في الناس. طيب، فلما بتكون في مؤسسة دينية في حكم سلطوي إسلاموي، إيش بصير؟